بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. مازلنا مع سلسلة الحلويات اللي درتها في العرس. اليوم جبت لكم وصفة للكفتة على شكل تومة. نبداو على بركة الله. أول حاجة لهنا حنبدا بالحشو. لهنا درت كيلة تاع كاوكاو محمص ومرحي بالقشور تاعو، ولهنا درت خليط ما بين الكوفريط والكاطو تاع الشوكولا مرحيين هما تاني، جاوني كيلة تسمى 2 كيلات. والاخر درت كيلة الا ربع هذيك تاع اللوز، ودرت الكاجو تاني. المهم مخلطه معها شويه جوز هكا شوي شوي، ودرتها جاتني كيلة الا ربع. المهم باه نزود بها يعني تجيني كميه شوي كبيره. وهنايا درت شوكولا طارتيني، درت كيك قيمه واحد 4 ملاعق كيك ولا 5، وزدت لها شويه لاغور من تاع الشوكولا بعد. وهنا زدت لها شويه غليكوز باه يحافظ لنا على الكاطو تاعنا ويبقى مده اطول. هنا هاني درت قيمة ملعقة فقط، ودرت ملعقة تاع زبدة مارغرين باه يبقى نعطيني طري. انا الحشو ديروه كما حبيتو وتختاروا كما حبيتو وتلموه كما حبيتو. المهم تحبوا تلموه بالشوكولا وحدها، تحبوا تلموه ببياض البيض، تحبوا تلموه بكريمة الزبدة، تحبوا تلموه بنيسلي كراميل ولا نيسلي الشوكولا ولا تحبوا. المهم كاين حوايج بزاف تقدروا تلموا بها. تحبوا تاني تضيفوا الكاكاو ولا ما تحبوش الحلاوه بزاف، تحبوا حلوه الترك، تحبوا كفريط وحده مع المكسرات، تحبوا مكسرات وحدها. هذه تاني تبقى اختياري، كل واحد وكيفاه واش اللي عنده. انا زدت لها كونفيتور باه تجينا تعطينا شويه حموضه هكا، حلاوه مع الشوكولا مع الحموضه تجي كو يعني هايل. هذه جربتها من قبل وجاتني روعه. المهم درت لها شويه كونفيتور تاع المشماش انا ولميتها مليح، ومن بعد حطيتها على جهه. نرجعوا دوكيسك لهنا للكفته تاعنا. هنا درت 3 كيلات لوز مرحي يكونوا معمرين كما قاعدين تشوفوا في الصوره. هنا جاني الصحن ضيق، فرغته في البلاطو هذاك تاع الفور. وزدت لها لهنا 3 كيلات تاع السكر رطب، على خاطر كيلة لوز بكيلة سكر رطب هكا باه تجي قد قد تسمى. هي ما يجيش حلو بزاف، يجي مليح برك. تاع السكر الرطب ماهوش حلو بزاف. ونخلط الخليط كامل مع بعض مليح، ومن بعد كنعاود نزيد نرحيه، نرحيوهش بزاف، جوست برك يتجانس السكر مع اللوز ونحيو، تخليوش يترحى بزاف، شويه برك ونحيوه. كاين اللي يديروا هكاك بلا ما يرحيه، بصح انا هادشي نعاود نرحيه احسن يعني من المستحسنه. هنا هاني بعد ما رحيته كامل زدت له لهنا ملعقه معمره تاع مارغرين، وزدت له تاني ملعقه تاع غليكوز تاني باه تخليه تستحفظ به سما باش تستحفظوا به مده اطول. يعني كتحبوا تخبوا حاجه كاطو ديروا له غليكوز دوك ما يفسد ما يصرى له والو، يبقى كما راه اسمها ماده محافظه كما نقولوا. وهنا نبلو بماء الزهر، ندوبو داك الصال الغليكوز شويه مع الزبده، ومن بعد نخلطو بشويه ونلمو حتى نلمو العجينه كامله، تحصلوا على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت متماسكه، متجريوهاش بزاف تجي مليحه. هنايا ها بعد ما كملنا نجيبو لهنا نوزنو العجينه تاعنا ونوزنو الحشو تاني. الحشو انا درت لهنا 20 غرام، والعجينه درتها جاتني 35 غرام، ما جاني وسط، تجيني الحبه وسط، ما تجيش كبيره ما تجيش صغيره، خلاص جاتني روعه. اللي يحب يكبر الحبه يكبرها. هنا هاني بعد ما كملتهم كامل كنت درت فتحه في العجينه هكا شويه، وحطيت هذيك الحشو فيها وزغلقت عليها ودورتها بيه مليح بيديا، كعبرتها مليح بيديا هاك كما قاعدين الصوره تبين كلشي حتى كملتهم كامل. هنا جبت الناكخي، درت مزيج من الاصفر والارجنتي، خلطت شويه شويه به يعطيني الكولار، مش حباته دوغي مانيش حباته ارجنتي، يجي في الوسط. هنايا هاني خلطت مليح وجبت الحبه تاعي تاع الكفته وقسمتها على 4 بالكوباط، ولا ديروا موس بالحاشيه تاع الموس، لازمش تكون حاجه ماضيه، تكون شويه. قسمتها على 6 ومن بعد قسمتها على 8 ودرت لها الناكخي من الفوق كما قاعدين تشوفوا.
ولا هنا انا درت لها التزيين ديرو نتوما واش حبيتو. انا درت بورد الشوش 3 صغيرين، مع الاول ما حبوش يلصقوا لي مليح، من بعد درتهم في الكليكوز وعاودت لصقتهم، والنتيجه هاكم قاعدين تشوفوا فيها حتى كملتهم كامل. الغليكوز سخنوه شويه باش تقدروا تلصقوا به. انا الكميه هذه تاع الكفته جاتني 85 ثاني، جاتني 85 هي، وزدت نصف الكميه تاعها. ثم درت هذه الكميه وزدت نصف الكميه تاعها، درت واحد سما جاتني كل كيك واحد 140 145 ولا 50. المهم هكا تقريبا هكا، وكفاتني للعرس يعني حقيقه. العرس انا درنا غير سما نهار لاصال فقط هذا، وفضل شويه برك للسابع، وكاين الكاطو اللي ما فضلش. انا ها النتيجه كما قاعدين تشوفوا فيها. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني في القناه وديروا لي شير ليصلكم كل جديد، وشكرا.